يا مساء الجمال، كل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب وعايز الحلويات السهلة الجميلة اللي طعمها حلو قوي دي. طبعا معاكي قناة سوزي كيتشن. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنعمل مع بعض جلاش محشي بسبوسة، طعمه خطير. يعني مهش ومقرمش كده من بره ومن جوه طري جدا. وطبعا البسبوسة دايبة فيه، وهسيبلك اللينك في صندوق الوصف بتاع البسبوسة. حلوة قوي، هتعجبك. جربي الطريقة دي وإن شاء الله تعجبك. طبعا بواقي بسبوسة كانت عندي، عملنا بيها أحلى صينية جلاش. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة عايزاها معاكي، طبعا عايزين لفة جلاش وتكون لفة حلوة. أنا بحب الجلاش اللي بتجيب من عند بتاع الكنافة. والمادة الدهنية بقى، أنا حاطة معلقة سمنة على نص كوباية زيت ذرة، أو ممكن بزيت ذرة بس. دي باقي بسبوسة كانت عندي. أي بسبوسة عندك باقية حطيها، مفيش مشكله. وطبعا هحط لك اللينك لو عايزه تعملي بسبوسه في صندوق الوصف، انا عاملاها معاكي في القناه. اول حاجه بجيب صينيه وادهنها سمنه كويس قوي، او زيت ذره، او زيت على سمنه زي ما انا حاطه كده، براحتك خالص. وابدا ارصص دي نص الكميه. ما بين كل راق وراق بدهن ماده دهنيه بسيط قوي بالفرشه. طبعا هرست البسبوسه اللي متبقيه عندي واوزعها بقى في نص صينيه الجلاش. اوزعها طبعا بالتساوي. طبعا طعمه حلو قوي وجميل، وينفع لو بسبوسه مش عاجباكي تقدري تحشيها في جلاش. لو انتي ما عندكيش بسبوسه تقدري تعمليها سهله وبسيطه. طريقتها في البيت وبتطلع ناجحه قوي. خلاص انا كده بصي، خلاص يعني وزعت البسبوسه كلها. طبعا اجيب بقى النص التاني من اللفه، ابدا الف، اتني مره من الناحيه دي وادهن الماده الدهنيه بتاعتي. اجيب ورقه كمان واحطها برضو الناحية التانية. يعني احاول اظبط ان الجلاش مبقاش في حتة تخينة من ناحية وناحية، لا. طبعا التالتة من الناحية دي والرابعة من الناحية دي، احاول اظبط خالص لحد ما اخد اخر ورقة معايا. واخر ورقة دي بدخلها بقى من تحت كده، مش من فوق. شايفة بدخلها ازاي؟ في كل حروف الجلاش وانزل عليها بباقي كل المادة الدهنية اللي عندي، عشان الجلاش يطلع معايا الوش بتاعه مقرمش وهش. بيطلع طعمه حلو قوي قوي ومختلف عن اي جلاش عملتيه. طبعا الجلاش بقطعه قبل ما ادخله الفرن. اكون مولعه الفرن على درجه حراره آه، متوسطه، مش عاليه قوي. جلاش بقى من سر من اسرار نجاحه ان اول ما يصفر من تحت يبدأ بس ياخد لون، اطفي عليه واولع الشوايه عليه وانا واقفه، ما سيبوش عشان ياخد اللون الذهبي الحلو ويطلع من جوه طري مش ناشف. ناس كتير قوي بتقول انا بعمل الجلاش وبينشف معايا. لا، لو اتبعتي سواه الصح هيطلع معاكي حلو قوي. اخده بقى ادخله الفرن، نعمل مع بعض الشربات. اجيب حله احط فيها، انا هعمل 3 كوبايات سكر على كوبايتين ميه. تقدري تعملي كوبايه ونص سكر، يعني نص العدد على كوبايه ميه. تمام. انا عشان كنت عايزه جلاش عندي كتير، عليه طبعا نص ليمونه معصوره. وطبعا الفانيليا منساهاش. اسيبه شويه، اول ما يبدا يغلي كده اروح مقلباه 4 دقايق غليان بالظبط. يعني احسبها بالساعة. 4 دقايق اول ما يبدأ يغلي، بحسب 4 دقايق بالظبط وبطفي عليه. كده القوام بيبقى هو ده اللي انا عايزاه للجلاش. الجلاش كوباية ونص سكر على كوباية مية، او 3 كوبايات سكر على على كوبايتين مية. تمام كده. بصي الجلاش خرج معايا لونه ذهبي وحلو قوي. وهو سخن يكون الجلاش برد، وهو الجلاش سخن يكون العسل برد. اسقيه واحدة واحدة واخليه يتشرب منه. شايفة لونه؟ وانا وريتهولك في الاول طبعا هش كل الطبقات، وفي نفس الوقت مقرمش من فوق وطري جدا من جوه وسهل. طعمه حلو وحلو بجد. الجلاش مع البسبوسة طعمهم حلو جدا جدا، يعني خطير. بصي الجمال.
اعملي بقى الجلاش والبسبوسة عشان رمضان وأي مناسبة عندك، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.